يا دكتور انا عندي وجع في كتفي وما بعرفش ارفع دراعي لفوق وما بعرفش اجيب حاجه من رفع عالي، وعندي صعوبه في ان انا اسرح شعري او ان انا اغير هدومي او ان انا اشيل اي حاجه تقيله، وعايشين بالوجع ده بقالنا فتره طويله، هل ده له حل؟ الإجابة طبعا له حل. إيه الحلول بتاعته؟ في الغالب ده إصابة في وتر الكتف، سواء كان التهاب في وتر الكتف أو كان قطع جزئي أو كان قطع كامل. لو قطع كامل يبقى إجباري العملية، لازم بالمنظار نصلح القطع ده. طب لو قطع جزئي ينفع نكمل بالعلاج والعلاج الطبيعي، او ان احنا نمشي في سكة العملية من الاول. اللي بيحدد ده هو العيان نفسه، الالم اللي انت حاسس بيه، وهل هو بيرتاح مع الدواء والعلاج الطبيعي ولا ما بيرتاحش. لو بيرتاح نوفر العملية، ودايما بنقول العملية حل ممتاز للي ملوش حل. واضح كده الكلام؟ يبقى قلنا لو في قطع كامل نعمل ايه، وقلنا لو في قطع جزئي بنخلي الاختيار للعيان بناء على استجابته. يعني نعمل له الفحص اول يوم زيارة اللي هو يوم الكشف، ونعيد الفحص تاني في المتابعة. لو بيتحسن مفيش كلام في عمليات، لو ما بيتحسنش يبقى الأحسن يعمل المنظار علشان خاطر نحل المشكلة. الدرجة البسيطة بقى خالص هي درجة الالتهاب، والالتهاب ده بيتحسن جدا مع العلاج ومع العلاج الطبيعي مع حقن الكتف. ده ما بنتكلمش مع العيان في منظار الا في حالات نادره خالص، لكن في الغالب ما بيعوزش عمليه. طيب عشان نطمن كل الناس، اغلب الحالات اللي بنشوفها ما بتعوزش العمليه، وعشان نطمن الناس اللي ليها عمليه، العمليه بالمنظار سهله ما بتكملش ساعه زمن. بنقدر ان احنا نوسع حوالين الوتر ونفك كل الالتهابات اللي حواليه، والحته اللي مقطوعه بنخيطها ونرجع لحياتنا الطبيعيه بشكل ممتاز. افتكر دايما انك هتعيش مرة واحدة، حاول تعيشها بصحة وسعادة على قد ما تقدر، وافتكر دايما ان الامل موجود. والسلام عليكم.